السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. قصة اليوم ديال حمزة اللي كان فقير والأم ديالو مريضة، وبغى يعالج الأم ديالو ويخرج راسو من الفقر، ولكن كان يخرج على حياته. تابع تفاصيل القصة. أنا سميتي حمزة، زادت في واحد الحومة شعبية. منين كنت صغير وأنا كنشوف الحزن والتعب في ضهرنا. با كان خدام حارس ليلي في مستودع قديم، والأم ديالي كانت مريضة بالقلب وما كانتش كتقدر تخدم. كنا ساكنين في بيت صغير، الشتا كيدخل من السقف ديالو والصيف كيولي سخون بحال الفر. من صغري وانا حاس براسي خصني نولي راجل قبل الوقت. صحابي كانوا كيلعبوا وانا كنت كنمشي نسوق نعاون الناس باش نربح شي دراهم باش نشري بهم الخبز. با كان ديما كيقول لي الفقر ماشي عيب، العيب هو تبيع راسك. ولكن الحياة ما كتخليش الانسان يبقى قوي ديما. منين وصلت 18 عام خرجت من القرايه حيت ما بقاش عندي باش نكمل. بديت في واحد الخدمه. المهم كل مره فين كنخدم، مره في البني، مره في ولينا التنظيف، كنخدمو مره بجوج. كنعاون في هو الميناء، سميتو كنحمل ياسين، كان صناديق يتيم ثقيله وما عنده حتى حتى واحد. كيتقطع النفس شويه ليا. بشويه ولا بحال خويا كنت الصغير. كنرجع كنت في الليل كنقسم معاه مهدوء. الماكله والقهوه وحتى الهم، ولكن مشاكل ما سالوش. نهار من نهارات الام ديالي طاحت وغمى عليها، ديناها للسبيطار. والطبيب قال خصها عمليه مستعجله وغاليه بزاف، حيت الدنيا كلها طاحت فوق راسي. درت كل شي، تسلفت، بعت حوايجي حتى التلفازة قديمة بعتها، ولكن المبلغ ما باقي ما كافيش، ناقص بزاف. في واحد الليلة جا عندي ياسين وقال لي كاين الحل ولكن خاطر. سكت وقلت شنو هو هذا الحل؟ قال لي كاين ناس في التهريب في الميناء غير خدمة وحدة وغادي تشد الفلوس بزاف. قلبي بدا كيضرب وكنت عارف ديك الطريق فين كتوصل. بقيت الليل كامل كنخمم بين الام ديالي وبين الحرام. في الاخير ضعفت و... وانهزمت ومشيت نخدم معاهم. كانت غير صناديق خاصنا ندخلوهم في الليل بلا ما يشوفنا حد. ما سولتش شنو فيهم، كنت غير باغي ننقذ الام ديالي. ولكن في ديك الليله كلشي تقلب. جات الشرطه فجأة والناس بداو كيهربوا. شفت الشرطه انا هربت، ولكن شفت ياسين محاصر، وكان عندي باش نهرب ونخليه، ولكن رجعت عنده. شديت يدو وجرينا وسط الزناقي حتى تخبينا في واحد الورشة قديمة. كان كيلهات وعيا وقال لي علاش رجعتي عندي؟ قلت له حيت ما بغيتش نعيش احساس ديال التخلي مرة اخرى. من بعد ديك الليلة فهمت بلي الفقر يقدر يكسرك، ولكن ما خصوش يحولك للوحش. خرجنا من المدينة ومشينا لواحد الدوار قريب من واحد المدينة. بدينا الحياة من الجديد، بسيطة صعيبة ولكن فيها الراحة. أنا خدمت في تصليح القوارب، وياسين تعلم يصلح الهواتف، التليفونات، وفتح واحد المحل. ودابا منين كنشوف الدراري صغار في الزنقة وكان كنعاونهم قد ما قدرت، حيت عارف شنو كيعمل الجوع والوحدة في الإنسان. وحاجة وحدة تعلمتها في هاد الدنيا، الإنسان يقدر يعيش بلا فلوس أيام، ولكن ما يقدرش يعيش بلا شي حد يحس. وكنوصي أي واحد يبعد على الحرام واخا يكون كيما كان، واخا يكون الهدف ديالو انك تعمل الخير ولا تعالج شي حد من عائلتك، ولا يكون لي كان حيد من هاد الشيء نهائيا، حيت ربي ما كيباركش فيه. وانا غير ربي حفظني بانني ما ادخلش من الحبس. وقدر الله ما شاء فعل. الام ديالي توفت، ما قدرتش انني نعمل هذيك العمليه حيت المبلغ كبير وانا غير فقير.
وكنت غادي نخرج على راسي. هذه هي نهاية القصة. كنتمنى انها تعجبكم، وفي قصة ان شاء الله لماجا. اللي عنده شي قصة ديالو ولا شي حد بغى يعاودها يسردها لي، انا غنخلي النمرة ديالي في الفيديو، واللي بغى نعاود القصة ديالو يسردها لي في الواتساب. شكرا.